يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم نادينا عبر شاشة كل العرب MBC ومنصة شاهد، والمبدأ ثابت ومعروف: كل الأندية نادينا. صوتكم مهم ومتابع عبر هاشتاج البرنامج في جميع منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة أنك تقدر تشارك معنا في الحلقة بإرسال فيديو على رقم الواتساب واللي ظاهر معك طوال الحلقة، ورأيك معنا دائما مؤثر، فخلك معنا. وسؤال نادينا اليوم عبر منصة إكس وننتظر تعليقكم على هذا السؤال. السؤال يقول لك: بعد الفوز بالعلامة الكاملة برأيك من هو الفريق القادر، وأنا أضيف الجريء، على إيقاف نصر جيسوس؟ اليوم فريق النصر بكل تفاصيله: متعة، حضور، تسجيل، أهداف، اللي تبغى في كرة القدم يقدمها لك النصر. طاب مساء. خلوني ارحب بضيوفي وربعي اليوم في الحلقه اللي منوريني. معاي اليوم النجم محمد خوجة، وايضا معاي النجم احمد الحربي، ومعاي العزيز متعب الهزاع، يا ساتر على الابتسامه. اوكي، ومعاي ايضا الجميل اللي انضم معي من جده هتان النجار. حياكم الله يا الربع. هلا والله، شرفيني اليوم. هلا والله. اهلا وسهلا. خلينا قبل ما ندخل على مباراة النصر، امتداد لما انفردنا فيه امس في نادينا عن حيثيات احتجاج القادسية على قائمتي الاهلي في المباراة اللي جمعت الفريقين قبل امس، وايضا انفردنا في نادينا وحصلنا في البرنامج على رد النادي الاهلي وتعطل النظام اللي كان على اخر تسليم القائمة النهائية بعلم ومعرفة الرابطة. طبعا في حينها اثناء الحلقة امس احنا تواصلنا مع الرابطة حول ذلك، لكن ما وصل الرد. اليوم وصلنا الرد من رابطة دوري المحترفين. الرابطة لا تنفي ولا تقر هذا الأمر، والموضوع برمته الآن أصبح تحت مسؤولية لجنة الامتثال في الرابطة، والتي تقوم بدراسة الحادثة والتأكد من أقوال الأهلي ومن كل تفاصيل هذا الموضوع. طبعا سيتم الرد على ذلك في وقت قريب بعد التحقق من جميع التفاصيل الخاصة بهذه المباراة وما حصل فيها على حسب حديث احتجاج القادسية، وأيضا الحديث اللي حصلنا عليه من مصادرنا في النادي الأهلي. نروح للمباراة. وش ذا النصر؟ يا ساتر، صعب جدا النصر. لما تجي تلعب مع النصر في هذا الموسم لا تفكر في مرمى النصر، فكر في بابك، زي ما نقول فكر في مرماك. كيف تتعامل مع النصر انه لو حصل انه بيفوز وحسب النتائج وتسع جولات هو جالس يفوز، فكر انه لو فاز ما تصير 4-5-3 4-5-3. يعني هذا المسألة المهمة في التعامل مع النصر في هذا الموسم. للمباراة التاسعة على التوالي النصر يستمر بالفوز والابتعاد بالصدارة. نصر جيسوس في دوري روشن هذا الموسم استثنائي، ما يعرف الخسارة ولا حتى التعادل ولا عنده أي نظر إلا للفوز. الخليج اللي يلعب كرة مميزة أصبح من ضحايا النصر، رغم أن الخليج قدم مباراة كبيرة، ولكن شراسة النصر الهجومية 4. يعني رونالدو كيف تتعامل مع اللاعب اللي كل التفاصيل في كرة القدم عنده أصبحت ما هي صدف، تخصص. يعني الهدف اليوم رونالدو ترى عمله كثير، مرات عارضة، مرات هدف هو مسويها بالراس. برضو اللاعب يسجل بالراس ببراعة كبيرة، تسديد من برا ال 18 من الداخل باليمين باليسار. ما في شك هذا أسطورة ستكون خالدة لسنوات طويلة على مستوى رونالدو في الأرقام والعطاء من خلال العمر. حتى اليوم رونالدو اللي يسويه رونالدو خارق للعادة إلى الآن. روح معك أحمد ولا ما ودك روح معك؟ لا بالعكس. طبعا. أول شيء مبروك النصر. فريق أنت قلت إنه مرعب، وهو فعلا مرعب جدا جدا. يعني نتكلم عن فريق اليوم هو الخليج اللي الكل أشاد بمستوى الخليج. خلينا بنروح للشوط الأول تحديدا. يعني الرعب اللي سواه للخليج شيء مش طبيعي. طبعا من مميز، شوف هذه المباراة تتجه تحديدا إلى شكل الفريق اللي يدربه خصوص، هو يظهر بهذا الشكل. نعم، ضغط عالي، أضاف له الجوهرة الجديدة اللي برز بشكل استثنائي أعتقد بكل تاريخه. هو لاعب عنده إمكانيات صحيح، لكن اليوم جواو فيليكس اللي يسويه شيء مش طبيعي. اللاعب عادة المهاري اللي هو الرقم 10
يكون يلعب لك كوره، يكون كسول في الدفاع، يكون يعني عنده جزئيات ناقصه على مناطق معينه يبغى يلعب مو بشكل كامل. يعني يصير كسول غالبا. أي. اليوم جواو فيليكس تحديدا في اكثر، يمكن الهدف الاول والهدف الثاني اعتقد كان بضغط عكسي منه هو، يعني يضغط على مستوى الدفاع اذا فقد الكره. صحيح. على مستوى انه يصنع، على مستوى انه يمتع، على مستوى انه يسجل. ومهم جدا التسجيل، انه ما هو اي هدف، يعني مش قضيه انه يسجل الرابع. له هدفين هو العيب. ملغي له هدفين هو. لا، ويوم سجل هدف يقول للحكم احسب. فيفتتح التسجيل، هذا امر مهم بالنسبه للاعب، انك تكون موجود باللحظات اللي يحتاجك فيها الفريق. مباراه وصلت للدقيقه 30 اعتقد النصر ما سجل، افتتح. فانا اقول انه اكبر اضافه صارت للنصر بعد خصص هذا الموسم اللي جواو فيليكس. ايضا خصص، ليش احنا نقول اضافه؟ اليوم في لاعبين موجودين، على يعني ايمن يحيى ندري انه لاعب ممتاز جدا، بس خيسوس مدرب خلعك، مدرب عظيم جدا، وهذا الشكل اللي دائما يقدمه خيسوس. وعلى فكره هذا اللي قلتها مع الهلال، خيسوس اذا وجد فريق بدنيا، متى قلته؟ انه لما كان مع الهلال فقد الزخم البدني بينهار فريقه. حتى على فكره الشوط الثاني لما نزل مستوى الفريق النصراوي قام يغير بدنيا. نعم. سحب بروزوفيتش، لعب الخيبر. يبي ناس تجري تلعب على الضغط. صحيح. على الضغط على الضغط. صحيح. هذا اللي يخليه، تدري انه فايز 4 مرات بالخمسه، 3 مرات بالاربعه. تونا الظاهر ما لعبنا يعني وش بيسوي بالعالم. لكن شفت يقولوا لك يعني يروع اكيد، يروع لما تلعب مع خيسوس اليوم مع النصر، ومع برضه زي ما قلت اللاعبين تفاعلهم مع الطريقه والمستوى الفني، انت تلعب مع فريق مخيف. وهذا يعيدنا لشيء، انه دور المدرب مهم جدا، وهذا اللي تكلمت فيه العام، كنت اعتقد انه متعب على خيارات اللي كان وش اسمه هيرو. ترى اللاعبين اوكي مو مره ممتازين، بس ما نقول اللي يوظفهم بشكل صحيح، اللي ويسلي وانجلو ترى له كذا مباراه. اليوم ويسلي سجل هدف جميل. ترى كل الاهداف جميله، حتى هدف الخليج جميل. يعني شوف، وجبه كرويه دسمه لذيذه للنصراوي والغير نصراوي. كانت مباراة ممتعة. صحيح. وزادها جمالا، لأنه الخليج فعلا اتفق معك أحمد، الخليج يعني تتكلم على فريق خسر بالأربعة، تعتقد أنت ما شفت المباراة أنه كان الفريق يعني متهالك، لكن كان فريق في الملعب أيضا يلعب الند. وزادها جمالا الحضور اللي كامل العدد للجمهور النصراوي. هذا دور رقم قياسي. هذا دور الجمهور النصراوي في هذه المراحل. في امر مهم جدا، ترى الناس ياخذون على جيسوس حتى لما كان مع الهلال. نعم. انه مجازف. طيب انا مجازف، انا جازف في 60 مباراه ممكن اخسر 3، لكني 57 اعدم الفريق اللي قدامي. صحيح. ليش اقول هالكلام؟ في لحظات كثيره الخليج كان قريب انه يرجع. ترى مو متفاجئ خصوص ما راح يعدل، يدري ان كل فريق قدامه ممكن يروح للمرمى مره ومرتين. صحيح. من اللي معه اليوم اللي قام بدور، واتمنى انه يستمر بهذا التميز، اللي هو نواف العقيدي. ترى المباراه كانت رايحه ل1-1. صحيح. ولما او 1-0 اللي صد كانت 2-1 وكان ممكن يكون 2-2 اعتقد. كان 2-2 بعدين اجل هذا، وقف الفريق متقدم وبعدين سجل الثالث. صحيح. فحتى نواف العقيدي كان له دور. محمد، عن المباراه فنيا، عن النصر، عن الخليج اللي فعلا رغم انه الخساره برباعيه، ولكن كان في المباراه في مجريات الشوط الاول يعني زي ما نقول كذا بالعاميه نشف الدم المتابع النصراوي على انه ممكن الخليج يرجع في اي لحظه في المباراه. صحيح. ونحن تكلمنا عن الخليج كثير صراحه. الخليج بيقدم كره جميله، كره جماعيه بيتميزوا فيها بانهم كتله واحده، ولكن اللي حصل اليوم انه ما قدروا يتحملوا الضغط العالي جدا والمكثف والمستمر. ترى في بعض الفرق ترى تضغط مثلا 10، يبلغهم مدرب مثلا يعطيهم اوامر انه ترى اول 10 دقائق حنضغط، بعدين نبدا نتراجع الى مثلا منطقه الوسط مثلا. صحيح. ولكن اللي حصل اليوم انه ترى الضغط مستمر من الدقيقه الاولى الى نهايه الشوط الاول. حلو. ضغط عالي جدا. اعتقد الخليج قدم اليوم بغض النظر عن النتيجه، زي ما انت تفضلت، ترى النتيجه ما تعكس اداء الخليج ابدا. صحيح. ولكن القوه الهجوميه والشراسه الهجوميه اللي كانت عند النصر كانت هي المتغلبه على جو المباراه. شفنا نحن بعض اللاعبين زي مراد هوساوي اللي صراحه يعني هذه ايجابيات انه رينارد يختار لاعبين محليين للمنتخب. صحيح. ترى يفجر الطاقه لدى اللاعب. اليوم مراد قدم مباراة جميلة جدا، وكان عنصر مفاجئ للنصر في بداية الشوط الثاني. وسجل الهدف،
وكان من يعني مراد دائما تعودنا عليه انه دائما يكون في الخطوط الخلفيه كمحور او كمساند، ولكن احنا اليوم شفنا عنده جرأة من لاعب المحور انه يوصل هذه المنطقه ويسجل. اعتقد انه بدا يكسب الثقه نظير اختياره للمنتخب. في النهايه اللي حضر المباراه اليوم في الملعب اعتقد استمتع ويا ريت كل مباريات الدوري تكون بهذه الطريقه، يا ريت يكون في ليفل عالي سواء من ناحيه الاهداف سواء من ناحيه عدم توقف اللعب. ترى ما كان في توقف كثير للعب، صحيح. اللعب كان ماشي وحتى الى اخر دقيقه، وبراعه اللاعبين، كل هدف اجمل من الثاني سواء من الخليج او من النصر، كل هدف اجمل من هذه ترى كره القدم. اتفق. وهذا اللي يخلي الدوري السعودي مميز، وهذا اللي يرفع قيمه الدوري السعودي بغض النظر عن المباريات اللي دائما نحن نقول انها ممله ولكن اليوم استمتعنا بمباراه جميله. مبروك للنصر، تميز الى الان 9 جولات. مين اللي حيوقف النصر زي ما انت قلت وزي ما سألنا انت مين؟ لو سالناك السؤال هذا شايف مين انت ابو معيار؟ والله ما مين حيوقف النصر؟ اعطيني. يعني اعتقد يمكن مستويات فنيه الوحيد على ترتيب فقط. الوحيد اللي ممكن الهلال. انت شايف الهلال؟ ممكن يعني مباراه يناير حتكون يعني ممكن لانه ديربي ومتنافسين، والهلال خلف النصر. نعم. وفرصه لدى الهلال انه يوقف صحيح. النصر ويقلص الفارق. هو الهلال الوحيد. اعتقد الفرق الباقيه ما هي مستمره في الاداء بنفس اداء النصر يعني. حلو. طيب اروح معك متعب اليوم على المباراه. بالنسبه للنصر استمرار للعمل اللي يقدمه جيسوس على المستوى الفني، أضف لها اليوم تشعر من خلال يعني لو رحنا مثلا على المستوى المدرج وأنه اليوم الرقم يكون رقم قياسي، هذا برضه يعطي انطباع أو دلالة أخرى أنه اليوم المهتمين وجماهير النصر بالفعل تشعر أنه فريقها قادر أو بات أقرب من كل المواسم الماضية على أنه يكون هو بطل اللقب. صحيح. أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شوف أبو خالد، اليوم نادي النصر في المباراة هذه مكتمل من جميع النواحي مثل ما ذكرت، حضور جماهيري طاغي، حضور فني وذهني بشكل كبير جدا للعيبه. يعني اليوم اثبت جيسوس انه دائما اثناء حديثه في المؤتمرات الصحفيه يعني وقت ما يطرح عليه سؤال او يتحدث عن مستويات الفريق يقول لك انا ما عندي مشكله، مثل ما ذكر ابو سالم انه الفريق اللي بيلعب ضد النصر يصل الى مرمى النصر، انا ما عندي مشكله، لكن انا فريقي ايش بيسوي؟ انا فريقي كم فرصه راح يخلق؟ كم هدف راح اسجل؟ دائما يتحدث جيسوس بهالطريقه. حتى في اوقات كانوا يتحدثون على انه طريقه جيسوس معروفه لدى الخصوم، شكل الفريق فنيا معروف من ايام الهلال والنصر الان بنفس الفكره الفنيه اللي هو لعب دفاع متقدم وضغط عالي. هو الرجل واثق يلعب بطريقته، واثق. انت تبغى تسوي اللي تسوي. انا لاعب في ملعبك. ايوه لاعب ملعبك يعني كذا بنجيبها بالعاميه. اليوم بكل امانه كانت مباراه الجوله بجميع تفاصيلها، حتى هدف الخليج كان هدف جميل جدا، لكن ختمها رونالدو بهدف رائع مثل ما ذكرت ابو خالد. اليوم رونالدو يسجل بالراس، بالقدم، بالرجل اليمين اليسار ضعيفه، وبالتخصص مو بالصدف يعني بالتخصص يعني انت تقول والله هذه جت معاه، لا ما جت معاه. لا ما جت معاه، لكن انا اتمنى ان شاء الله اذا تواجد الكابتن سامي الجابر ابو عبد الله انه يعطي هدف رونالدو حقه، ما يقول انه هدف صدفه او الحارس ما قدر، يعني الحارس متسبب في الهدف. الحارس متسبب في الهدف؟ والله ترى الحارس يعني عنده ايوه ولكن بلاش سامي. لا ولكن هو ترى في العمر هذا رونالدو، في العمر هذا وفي السن هذا انه يعمل الدبل كيك بالطريقه هذه، وبكل مراحل عمره سواها، ولكن الان في الاخص في العمر هذا ترى والله حاجه ما هي سهله. ترى الدقه، ترى اللاعب لما يكبر في السن ترى الدقه تبدا تصير عنده اقل، التركيز يبدا يصير عنده اقل، وحتى الجرأه. ترى في لاعبين يخافوا ترى خلاص لانه يخاف من الاصابه، ولكن ما شاء الله نحن شفنا اليوم واحد من اجمل الاهداف. الموسم هذا سجل نفس الهدف بس يعني في خط السته، مو في مع منتخب البرتغال سجل برضو صحيح، سجل نفس الهدف. فرونالدو حاله استثنائيه ما في شك. مثل ما ذكرت ان شاء الله باذن الله، انا متفائل ان ابو عبد الله اذا تواجد هنا الكابتن سامي راح يعطي الهدف حقه. الف مبروك لجمهور نادي النصر، هارد لك لنادي الخليج. نادي الخليج ترى ابو خالد قدم مباراه كبيره وحبس انفاس النصراويين، قاب قوسين ودنا انه يرجع للمباراه، لكن ابو خالد على كلام متعب، بس انه الناس حفظوا طريقه خصص. اصعب مدرب واقوى مدرب اللي انت تدري شلون بلعب والعب معك. لا وشوف معلش ابو خالد جزئيه بس، انت اليوم تتكلم ترى مباراه اليوم جيسوس كان له دور كبير جدا. اليوم لما تجي تناظر تفاصيل المباراه، نواف بوشل سوى 2 اسيست، الهدف الرابع
والهدف الثالث. علي الحسن كان له دور في الهدف الثالث. فاليوم تتكلم عن المدرب له بصمته، ما في شك. وغير شكل النصر فنيا بشكل كبير جدا. هتان يعني خلينا نقول من خلال ال9 جولات، إذا كرة القدم منصفة من الظلم أن لا يكون النصر هو بطل الدوري. والله شوف ابو خالد، يعني حتى الان جيسوس يقود النصر باقتدار لا بس انت متفق معي قبل ما تشرح، متفق مع وجهة نظري هذه او لا؟ لا يمكن انه احنا نتسرع في اصدار الاحكام بهذه الطريقه، يعني انه انا قلت من خلال 9 جولات، ترى ما قلت الدوري، انا اقول في ال9 جولات فقط. لا شوف، يعني لما تاخذها على 9 جولات واللي يقدم النصر في ال9 جولات. شوف للأمانة احنا بنقولها بالعامية كرة نظيفة، اللي قاعدين نشوفه مع النصر كرة نظيفة، ولكن أنا لو تسألني عن وجهة نظري الشخصية، الاختبار الحقيقي لجيسوس عندما يواجه إنزاغي وياسله، مش عشانه حيواجه الهلال والنصر والأهلي، لا أنا بقول لأنه الاثنين بيلعبوا بأسلوب دفاعي محكم ومتقن، وبالتالي كيف سيتعامل جيسوس مع تلك المباراتين أو تلك المواجهتين. لو صحيح. استطاع أنه هو يحقق الفوز، أنا حبصم لك بالعشرة أنه جيسوس هو مدرب الموسم. واستطاع يعني شوف للأمانة، أنا ما أقدر يعني حقيقة ما أبغى أجحف في حق الرجل، ولكن لو تيجي تسألني شخصيا، لو تبغى تنافس على الدوري اللي أنت سويته في ال9 جولات هو المطلوب، لأنه بلا شك أنت حتواجه مصاعب عدة عندما تصل للأمتار الأخيرة، عندما يدخل الفريق مرحلة التذبذب، مرحلة الإرهاق، مرحلة الإصابات. فهذا هو الدوري، لازم تحصد نقاط من البداية عشان لما توصل خط النهاية تكون جمعت حصيلة نقاط تساعدك على اللقب. ولكن فنيا وشكل الفريق النصر بيقدم كرة نظيفة، ولكن الاختبار الحقيقي لجيسوس عندما يواجه إنزاغي يايسلا تحديدا، لانهم بيلعبوا باسلوب دفاعي. ولكن شوف ايضا كمان، يعني انت بتقول لي مثلا في سؤال الحلقه من يستطيع ايقاف نصر جيسوس، يعني انا بقول لك الاتحاد عندما استعاد جزء من عافيته في كاس الملك استطاع انه هو يخرج النصر ب10 لاعبين، والاهلي في كاس السوبر استطاع انه هو ايضا يحقق بطوله السوبر ويكسب النصر. بس يعني مختلفة. بس أنا سؤالي محدد، أنا قلت بناء على ال9 الدوري مختلف يعني عن الدوري يعني اللي شفت النصر في ال9 جولات. بس أنا عشان أنا بتكلم بالعامية. ايوه احنا بنتكلم بالعام، ولكن في الدوري انا اللي بقول لك بالفعل نصر جيسوس قاعد يفرض حضوره وبيقدم كرة نظيفة، ولكن في نهاية الامر هذا دوري. وانا اشوف انه الهلال إذا ما استطاع أنه هو يواصل مسيرته بالشكل اللي احنا قاعدين نشوفه عن الفريق، وحتى لو كان هناك حالة عدم رضا، أنا أشوف أنه صدارة ودوري النصر في خطر إذا كان الهلال استطاع أنه هو ممتاز. يعني بالتسع جولات شايف النصر أقرب ولا الهلال؟ برضو يعني ما حكون مستعجل في اصدار الحكم، راح يقول، ولكن لو تيجي تسالني شخصيا بعد مباراتي الهلال والنصر، مباراتي الهلال والاهلي استطيع ان انا احدد. ولكن تعرف ليش انا قاعد اسالك انت تحديدا هذا السؤال؟ لاني سالتك انا في حلقه ماضيه عن الاتحاد، تستبعده، استبعدته انت من 9 جولات. ايوه لانه الاتحاد في اشياء كذا يعني قدام عيني شايفها، أنا في قدام عيني أشياء شايفها، ولكن زي ما قلت لك يا أبو خالد واختم بها كلامي، إذا أردت أن تحقق اللقب مثل هذه الانتصارات اللي حققتها في 9 جولات أنت بمس الحاجة لها. طيب خلينا نشوف سؤال، هو مهر اللقب باختصار. ما في مشكلة. سؤال الحلقة، شوف الإجابات اللي جت على السؤال. بعد الفوز بالعلامة الكاملة برأيك من هو الفريق القادر على إيقاف نصر جيسوس؟ يمكن محمد خوجة قال الهلال، وواضح التان قاعد يقول الهلال. خلينا نشوف المشاركات معنا. بي اي يقول باذن الله لن يقدر على النصر اي فريق في الدوري. روشن وباذن الله محسوم الدوري الى النصر. لسه 9 جولات، اوكي انا اتفق معاك، بس ترى الكره يعني الدوري ليش هم دائما الناس تحكي على انه نفس طويل؟ لانه متغيراته كثيره، منعطفاته كثيره، ظروفه كثيره، فيحتاج نفس طويل. ولكن ب9 جولات انا معك. عاشق بافاري يقول القادسية جيسوس يعاني أمام القادسية أو أسلوب المدرب الإسباني، وخير مثال جيسوس مع الهلال أمام القادسية كان يعاني كثير، واللعب المباشر دائما يعقد جيسوس وشكرا. هذا في الموسم الماضي، تقصد تقارن جيسوس في الهلال في الموسم الماضي في المباريات هذه، ولكن نروح الموسم اللي بعد اللي قبله
برضو كان موسم استثنائي للهلال في اداء جيسوس. سامر محمد يقول حاليا ما في فريق قادر على ايقاف النصر، الفريق ماشي بثبات واداء مرعب، الجميع متالق تحت قياده جيسوس، افضل نسخه من النصر من سنوات. طيب تتفق معاه انت متعب؟ اي فعلا انه افضل نسخه من النصر من سنوات يعني على مستوى يعني 9 جولات، صحيح. حتى على مستوى الرقم يعني. لا شوف ابو خالد كرقم قياسي للنصر. شوف النصراويين يتغنون بنصر فيتوريا لكن في الموسم الاستثنائي، لكن نصر جيسوس مختلف اختلاف كبير جدا صراحه. اداء ومستوى وجوده وجميع تفاصيل الفنيه مع جيسوس مختلفه. ممتاز. احنا نروح الفاصل وبعد الفاصل